مؤسسة قراء إجدابيا تقدم لكم قال الإمام أبو محمد شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى: باب ثواب الحلم والصفح وكظم الغيظ. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى قوله: ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى: الله أكبر يا أخوة، تأملوا فضل الصبر يا أخوة. بما صبرت، الصبر طيب في سبيل الله يا أخوة، والله من أعظم ما يتعبد به لله عز وجل. الله أكبر. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الدفع بالحسنى لا يأتي إلا بعد أن تصبر، فلا بد من الصبر على بعض المر والمضر، فيحملك على أن تدفع بالحسنى لمن ظلمك ومن بغى عليك، كما في الآية سبحان الله. وفي الباب والآيات في الباب كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة. رواه مسلم. حسبكم. هناك من يضيف لفظة في الحديث مقحمة ليس في صحيحة: يحبهما الله ورسوله. لفظة الرسول لم تصح الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل، رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان، وهذا لفظه. سبحان الله. شفت من لين السهالة، وأن تكون هينا، وأن تكون موطأ الكنف كما مر في حديث الآنف. هذه مما يحبها الله سبحانه وتعالى، بل تحرم على النار. هذه الأخلاق يا إخوان يجب على المسلم أن يتحلى بها، فهي مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي قلت فيها الأخلاق الفاضلة عند بعض الناس والعياذ بالله. والحديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعنه في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. هل أيضا يضاف على هذا العفو عند المقدرة؟ قدرت على خصمك تعفو عنه، شيء طيب. نعم. ذكره البخاري. ذكره البخاري معلقا. وعن ابن مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. أيضا حديث حسن صحيح. الله قال باب ثواب من عفا عمن ظلمه أو جنى عليه. قال الله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال ابن عباس مغفرة له عند الله وثواب عظيم. الله. وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يحضرني في معنى هذه الآية موقفا جرى لشيخنا مقبل عليه رحمة الله. كنت جالسا في هذا الدرس أحد المشغبين ممن كان يتستر بطلب العلم وهو من أساطين السرورية والعياذ بالله، محمد بن قائد الحجري، ومع أتباع الإمام الآن من المميعة المخذلة. هذا الرجل أتعبنا في بداية طلب العلم، وقديم كان صغيرا في السن، مكث قرابة 20 سنة عند الشيخ، لم ينتهي من الشيخ في المنهج أبدا. هذا حلق ومشغب، كان يقول له الشيخ أخشى عليك من الحزبية يا محمد. فمرة ناقش الشيخ في مسألة واحتج بهذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا يحضرني الآن ما سبب احتجاجه بالآية. فقال له الشيخ يا محمد لو فعل فيك اللواط تفعل فيه اللواط. فسكت كأنه جمرة وألقيت في الماء. فلا بد من فهم السلف الصالح لمثل هذه النصوص، ولا بد من فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم النبي عليه الصلاة والسلام وبعمله، ثم بما أخذه الصحابة وهكذا من تلقاه عن الصحابة. لا يأتي الإنسان يفهم بعض الآثار ويفهم بعض النصوص بما يهوى ويجلس يطبق على الناس فيفسد أكثر مما يصلح والعياذ بالله. فهذه الآفة المنتشرة الآن. من هنا خرج الخوارج، يأخذ من الجوبل وبسم الله يعمل. وضح لك ما أدري صح ما صح، كم علقت على مقالات نسبت لابن القيم والحافظ ابن حزم وكلها مكذوبة لا تصح. شيخهم هو جوبل والعياذ بالله. نعم هكذا خرج الخوارج. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لعل يا شيخ تعلق عليه طعن في عائشة رضي الله عنها. نعم أنا حضرني الآن أن هذه الآية نزل في حق أبي بكر وما كنت أتأمل في نفسها. انظر ماذا قيل في أبي بكر، تكلم في عرض أبي بكر وجرى منه ما جرى بعدما كان ينفق على مصطح فقال لن أنفق عليه، ثم نزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما في أعز وأغلى من العرض وتنازل لله سبحانه وتعالى. وقت إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قد ثبت عند الإمام أحمد وعند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في سبب نزول قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية. فأتى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد قال جثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله والله حملنا من الصلاة والصوم والزكاة، وذكروا أشياء ما نطيق، ولكن أنزلت هذه الآية والله ما نطيقها يا رسول الله. تخفي شيء تحاسب به، تبدي شيء تحاسب به، ماذا تفعل؟ فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا فقال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام سمعنا وعصينا. وما سكت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تركهم. قال ولكن دلهم وحثهم وبين لهم العلاج ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. في صحيح مسلم قال فلما ذلت بها ألسنتهم وقلوبهم قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله جل وعز آية مباشرة بعدها ناسخة لما قبلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ما عملت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآية.
فما أعظم امتثال الصحابة لأوامر الله عز وجل أبد، لصدقهم وذلت بها الألسن والقلوب. نعم جاء أمر الله انتهينا. ذكرك أهل العلم قالوا لك أصلح بينك وبين إخوانك وأنت لا تريد تشغب، قالوا لك اسكت لا تشغب، هذا ليس من مصلحة الدعوة، لا. وعندهم نصوص من الكتاب والسنة ولا تريد أن تمتثل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على مرض في القلب والعياذ بالله، على مرض في القلب والعياذ بالله. الصحابة إذا جاء أمر الله يمتثلون. أدلة كثيرة من نصوص الكتاب والسنة من الكتاب والسنة عندما نزلت آية الحجاب تأتي إحداهن في الطريق وتقطع مرطها لأختها تقول ما أمشي لزوجي حتى أحتجب. تأتي الأدلة في تحريم الخمر والأصنام يكسرونها، الجرار التي فيها الخمر. يأتي المنادي سهل بن سعد الساعدي كما في الصحيحين في غزوة خيبر الظهر ويؤذن بأن الله ورسوله ينهيان عن لحوم الحمر الأهلية، ما هم يطبخون وذبحوها ونجحت وطبخوها وما قالوا نأكلها ثم نمتنع، رموها لوجه الله عز وجل. فهذه حقيقة الامتثال. الشيخ ربيع كم يدندن على الإصلاح فيما بيننا وغيره من أهل العلم. نحن بعض الناس أصبح يمل من ذكر الشيخ ربيع وما عندك من الشيخ ربيع، فلأننا نذكر هذا لأن بعض إخواننا يتحجج. قال الشيخ ربيع قال طيب مشايخنا ينصحون بالتآلف والأخوة، ما يريدون، يرمي الأحكام الشرعية باب الأسماء والأحكام لا يتورعون فيه، ويأتي يسألك شيخنا بارك الله فيك خرج مني المادة الفلانية نجسة ولا مش نجسة ولا طاهرة ولا مش طاهرة، وانت هنا تسلخ في عباد ربي وفي باب الأسماء والأحكام قبل العلماء قبل الإمام أحمد. الذي أقصده بارك الله فيكم يا إخوتي لابد من تحقيق الامتثال لأوامر الله عز وجل طاعة لرب السماوات والأرض والانتهاء عما نهى ربنا سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذه المعاني وهذه الأدلة والله يا إخوان إذا نظر إليها الإنسان يتألم على نفسه. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نعم. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في هذا الباب كثيرة. حسبك. الآن الإخوان جاءوا بالفطور. شيخ حماد الأنصاري كان يقول